يا مرحبا بكم في كوجين تسرى. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفة الزر سهلة وبسيطة، تبعوني. طنجرة باش نحطوا فيها شوية زيت، ما تكثرش الزيت باش ما تجيش ميدومة. ومن بعد باش نحلوا مغرفة كبيرة متاع طماطم ونص مغرفة متاع هريسة عربي في وسط الماء. ومن بعد باش نزيدوه معناتها لك الزيت هذاك ونخليوها تتقلى شوية باش هاك الطماطم وكل الهريسة هذوكم يتخلطوا مع بعض. كي تحس الصلصة نتاعك بدات تعقد باش نحط لهنا شوية ملح بالكل وشوية فلفل زينة وشوية التابل نتاعي انا فيه الكروية. كان التابل نتاعك صافي ولي حط معها شوية كروية مرحية وشوية ثوم، هذوما الكل توا باش نخلطهم مع بعضهم. ما تملحش، راهو الكبار والليمون راهم مالحين، من بعد راهو ترسيلك تجيك مالحة، رد بالك. في الماكلات هذوما الزوز الملح لازمك شوية بالكل، على خاطر بالحق من بعد معناتها تلقى حاجة مالحة ما تعجبكش باش تاكلها. طب باش نخلط هذاك الكل مع بعضه ومن بعد باش نزيدوا شويه ماء. لهنا صبيت حكاية إيترا ونص متاع ماء باش من بعد معناتها ينجم الزر معناتها يقعد يطيب ومعناتها ويلقى معناتها ثم مرقة اللي باش يطيب فيها كوا. هذاك علاش معناتها حطيت الكمية هذيا متاع الماء. تو باش نخليه على روحه حتى لينا كيك حكاية درجين، ومن بعد معناتها 10 دقايق ونجي نحط الكبار بيان سور حطيته في وسط الماء معناتها يتنفخ باش ينحي شوية الملوحية، ونحيت له اكل الذيول اللي عنده هذوكم قصيتهم له. وباش نخليه هكاكا حكايه 10 دقايق اخرين، ومن بعدها باش نجي ناخذ هنا ثلثين ازيد شويه متاع سميد خشين، راهو الزر يتعمل بسميد الخشين، وباش نخلطوا هذاك. ومن بعد باش نوطي عليه النار وباش نقعد كل مره نحرك هكا دو طون زون طون، عينك ميزانك باش ما يلصق لك شيء معناتها في القاع. راهو ما يجيش لا بالسميد المتوسط ولا يجي بالسميد الرطب، راهو هذايا هو معناتها المكون نتاعو. كي تحسوا قريب باش يطيب باش نجي نرمي في وسطه الليمون. الليمون تاخذ كعبه ليمونه وتشللها مليح مليح وتقصها المربعات معناتها صغار طروف صغار وتحطهم، ما ترميهاش من الاول ولا معناتها بكري ياسر على خاطر راهو تهبه، ومن بعد ما يقعدك في وسط الليمون هذاك كان القشره. وطو باش نخليها تطيب على روحها. وكعبة القارص وقت اللي تبدا تنظف فيها الليمونه زاد بيان سور لازمك تنحي لها القلوب نتاعها معناتها ما تنساش. الزر نتاعنا قريب باش يطيب باش نجي نعمل له حيطه نتاع النعناع. ونسكر عليه طول معناتها كي تحط النعناع ما عادش تخليه معناتها يغلي، وغطيه اتو ياخو معناتها بك السخانه هذيك معناتها يسيبك المطعم نتاعو. وصحه بالشفاء صدقوني، بنين بنين على الاخر. بيان سور برشا معناتها يعرفوا يطيبوا الزر، واللي ما يعرفش هاكا يجربوا ويقول لي معناتها رأيه. هذه هي وصفتنا اليوم، إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تجربوها وبسلامة.